Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala ala ma an'am bihi ala min fadli rahmati حيث أتاها إلى الفرض بتقديم هذا العرض في مادة دراسة خصوص القرآن الكريم والحديث النبوي. والموضوع اليوم الذي اخترته هو حديث النيات، وهو الحديث الأولى من الأربع النبوي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمر ما نوى. يؤكد هذا الحديث أن النيات هي أساس في كل العمل، وقد يكون العمل حسنا في نظر الناس ولكنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى إذا كان القصد منه خير الصالحين. على العكس من ذلك فإن الأعمال العادية مثل الدراسة والعمل ومساعدة الأسرة وطلب الرزق قد يكون عبادة إذا أديت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ويعلمنا هذا الحديث أن الإسلام لا يهتم بالأعمال الظاهرة فقط، بل يهتم أيضا بما في القلوب من نية وإخلاص. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه دائما ويصحح نيته قبل الإقدام على أي عمل. ومن أبرز الدروس المستفادة من هذا الحديث لا يلي: أولا، يجب أن يبدأ كل عمل بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. ثانيا، ينبغي لنا أن نحفظ قلوبنا من الرياء والعجب وحب الثناء من الناس، لأن هذه الصفات ينقص أجر العمل وقيمته. ثالثا، ينبغي أن نجعل جميع أنشطتنا اليومية عبادة، فعلى سبيل المثال إذا اجتهدنا في دراستي واحترمنا أساتذتنا وساعدنا زملائنا فإن ذلك كله عبادة إذا اقترن نية صالحة. في وقتنا الحاضر يعيش المجتمع في عالم تؤثر فيه وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرا كبيرا، ويقوم كثيرا من الناس بمشاركة نجاحاتهم وأعمالهم الخيرية وحياتهم اليومية مع الجمهور. ولا بأس بذلك إذا كان القصد منه خير، ولكن يجب علينا أن نسأل أنفسنا دائما: هل هذه المشاركة لتشجيع الآخرين وإلهامهم أم لطالب الابتهاج والثناء؟ ومن جهة أخرى فإن بعض الطلاب يدرسون من أجل الحصول على المراتب العلمية المتميزة أو الوظائف ذات الراتب المرتفع، وهذه الأهداف طيبة، ولكن ينبغي أن ننوي أيضا أن يكون العلم الذي نتعلمه نافعا للمجتمع وحذرا لنا في الآخرة. إن هذا الحديث يذكرنا بأن النجاح الحقيقي لا يقاس بإنجازات الدنيا فقط، بل يقاس أيضا بالإخلاص في كل جهد نبذله. بعد أن فهمت هذا الحديث أدركت أنه ينبغي لأن أكون أكثر حذرا في تحديد نية قبل القيام بأي عمل. وبصفتي طالبة في جامعة سلطان زين العابدين أريد أن أدرس لا من أجل الحصول على شهادة فقط، بل لكي ينتفع غيري بها أتعلمه من اللغة العربية في خدمة الدين
والمجتمع ومهني في المستقبل. وأدرك أيضا أن المحافظة على الإخلاص ليست أمرا سهلا، لأن القلوب تتقلب، ولذلك أحتاج إلى المحاسبة نفسي وتجديد نيتي باستمرار حتى يكون كل ما أقوم به مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن يكون هذا الحديث دليلا لي في حياتي لأودي كل عمل بإخلاص، وأجعل كل ما أقوم به مقبولا أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. في الختام يعلمنا هذا الحديث أن الإخلاص هو مفتاح قبول الأعمال، فمهما كان العمل عظيما فلا قيمة له بدون نية صالحة، وبالمقابل فإن العمل يسير قد يعظم أجره عند الله بسبب الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا، وأن يبارك لنا في حياتنا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.